السلام عليكم. اليوم غنوجدو دي كريب مالحين بعماره معلكه وبنينه بزاف. في هذه الوصفه غادي نحتاجو جوج بيضات بحراره المطبخ، جوج كيسان ديال الحليب، نص معلقه صغيره ديال البزار ونص معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره من الجبن، ونخلطوا هاد المكونات مزيان. غادي نضيف ليهم الكاس الاول ديال الدقيق وغادي نخلط، وغادي نضيف الكاس الثاني بالتدريج، نص كاس ونخلط، ونضيف نص كاس ونخلط. مورا ما خلطناهم مزيان غادي نضيف لهم جوج معالق كبار ديال الزيت ونديروهم في الخلاط الكهربائي باش يتخلطوا مده ديال دقيقه حتى 2 دقائق. خليو الخليط ديالنا يرتاح ونمشيو نقادو الحشوه. غادي نحتاجو فيها 4 كاس ديال الزيت مع بصله متوسطه الحجم، غنخليوها حتى تدبال كيف ما كتشوفوا في الفيديو، ونضيفوا ليها الكفته، شويه ديال الزيتون وشويه ديال القزبور. وبالنسبه للتوابل، نص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال القزبور مطحون، وديال السكنجبير وديال الخرقوم. غنضيف ليهم خزويه ولا جزره اللي حكيناها في الحكاكه الرقيقه، ومعلقه كبيره من معجون الطماطم اللي ذوبناه في الماء سخون. غادي نخليو هاد الحشوه مورا ما خلطناها مزيان طيب مده ديال 10 ديال الدقائق، ونمشيو نقادو لي كريب في مقله سخونه اللي ما كتلصقش. غادي نديرو لي كريب ونخليوهم يطيبوا بالطريقه اللي موالفين نقادو بها لي كريب، يتحمروا لنا من التحت ونقلبوهم باش يطيبوا لنا من الجنب الثاني، وهكا كيكونوا واجدين. ونبقاو على هذه الطريقه تنساليو الكميه كامله. راه طابت العماره ديالنا نخليوها تبرد، عاد نعمروا بها لي كريب. الطريقه ديال التعمار ديال لي كريب سهله بزاف. غادي ناخذوا الكريب ديالنا، غنديروا فيه العماره ديالنا وشويه د الفرماج، غادي نطويوه كيف ما كتشوفوا في الفيديو. غادي ناخذ المقله اللي ما كتلصقش وغادي ندهنها بالزبده، ضروري ندهنوها بالزبده باش يعطينا داك اللون الذهبي. غنحط لي كريب ديالنا يتحمروا من الجنب الاول ونقلبوهم يتحمروا من الجنب الثاني. هكا كيكونوا لي كريب ديالنا وجدوا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك، كومونتير زوين، بصحه وراحه.